ايفا مصممه ديكور، ودايما بتبقى معانا في كل المناسبات الجميله، وبتورينا ازاي نخلي المناسبه تبقى مناسبه مشفوعه بحاجات حلوه معانا في البيت، يعني نعمل بيها هديه، نعمل بيها حاجه نحتفظ بيها من المناسبه في البيت وهكذا. اولا كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. ايه رايك في عيد حب ولا مفيش عيد حب؟ في طبعا، مفيش حياه من غير حب كده. يعني سيبك من لفظ الفالنتاين بقى ويقول لك ده عيد العشاق ومش بتاعنا، لا انا بتكلم على فكره ان احنا نحتفل بالعيد الحب. هو اولا وانا داخله كده الاستوديو يشرح القلب، لان كله طاقه ايجابيه، كله طاقه حب، فهو ممتع. يعني بيبقى يوم جميل ان احنا نفتكر وننسى، نفتكر كل حاجه حلوه، ونفتكر الناس اللي تعبانه حوالينا واحنا مش بنديها فرصه طول السنه ان احنا نقول لهم احنا بنحبكم، من اب وام وزوج واخوات واولاد وكل يعني حاجه. احنا بنتلكك عشان نحب بعض. ايه الفكره؟ يعني ما نحب بعض، مش عيب يعني. بالزبط. مش لازم نحتفل بيه زي ما بيحتفلوا بيه في اي مكان بره بالطريقه بتاعتهم. احنا نحتفل بيه احلى من اي حد تاني. احنا نحتفل بيه بطريقتنا، نحب بعض، صح؟ اكيد نحب بعض، والطاقه الايجابيه دي تخلينا كلنا دافع ان احنا نعرف نشتغل صح، نقضي يومنا باسلوب حلو بطاقه ايجابيه لذيذه. جميل. يعني جميل. ايفا معانا، معلش هاخد اسراء تليفون. اي اسراء؟ اسراء الو، ازيك؟ اهلا، عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ كل سنه طيبه. وانت طيبه. اسراء انت عندك كام سنه؟ وانت طيبه، الله يخليكي. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. عندك كام سنه يا اسراء؟ انا 20. 20. صوتك اصغر من كده. قولي لي هتعيدي على مين النهارده في عيد الحب؟ بعيد على اهلي وناسي. ها؟ وخطيبي ببعت له هدايا، هو في السعوديه. جميل جميل، يا رب يوصل له الاهداء ده بسرعه يعني. ان شاء الله يا رب. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. وبعيد على اصحابي وحبايبي. وبعيد على صاحبتي هبه. ايوه. بقول لها كل سنه وانت طيبه. وانا لا، انا هبه برضه. وانت وكل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. شكرا ليكي يا اسراء، كل سنه وانت طيبه، عيد حب سعيد عليكي يا رب. الله يخليكي. يلا علينا جميعا يا رب. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ايفا هنعمل ايه النهارده؟ قولي لي. هنعمل بوكيه ورد علشان عيد الحب، وممكن نستغله بقى استغلال تاني خالص. يعني انا هنا جايبه علبه حاطه فيها الاويسس بتاعنا او الفوم. ده فوم؟ ده نوع من انواع الفوم. بس تخيلي انا كل ده فاكره ان ده طوب احمر. وارد. ده فوم او اسمه اويسس. ده بنحط فيه الورد بتاعنا. هو ده عباره عن حاجه لما بنبلها ميه ونحط فيها ورد طبيعي بتحتفظ بالميه اكتر وقت، بدل ما نحط الميه في كاس او في يعني ده انا كنت متخيله انه بس عشان نشبك فيه الورد الصناعي. دي حاجه لكن هو ممكن نستعمله للورد الطبيعي فيقعد بدل الفاز. يعني ميه زمان في الفاز وينزل فيها ناموس ولا كده او تتطرب، فده بيبقى محتفظ بميته ويفضل يسقي الورده. بنبله ونحط فيه الورد. بالظبط. جميل. يبقى زي ما هو كده، ما بيجرالوش حاجه. انا بستخدمه بدل الفلين الابيض. واحنا بنشتغل ناخد معانا تليفون كمان. الو، مين؟ ايوه، ايمان من اكس يا استاذه ايمان. ازيك يا ايمان؟ كل سنه طيبه. اهلا بحضرتك. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانتي طيبه يا رب. عيد حب سعيد عليكي. كل سنه وانتم طيبين. انا بعيد عليكم وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين، واحلى احتفال الصراحه بعيد الحب. وانتي طيبه. وانتي طيبه ايمان. تعيدي على مين بقى بشكل شخصي؟ عايده على اهلي وكلهم، والدتي واخواتي وطبعا اهم من ده كله عايده على زوجي في السعوديه، واقول له كل سنه وانت طيب، وحشتني خالص خالص. يا رب العيديات كلها توصل ان شاء الله. الله يخليك يا استاذه هبه. شكرا لحضرتك. مع السلامه. هنعمل ايه بقى ايفا؟ اولا احنا في وقت الهدايا مش بتخلى الهديه من الورد، الشمع، الدبدوب والقطه والحاجات دي، الشوكولاته. لو انا عندي علبه زي دي ممكن استغلها ان انا عاملاها كلها ورد، وبعد ما اخلص هجيب العصايه بتاعت الشيش طاووق واحطها في الشوكولاته واحطها كلها حوالين الورد بشكل منسق كده. بس يعني ما اسعفنيش الوقت ان انا اجيب شوكولاته معايا. انت بخيله. لا انت بخيله، عشان كده ما جبتلناش الشوكولاته معاكي. انا خفت عليها بصراحه. يعني انا حسيت بكده. ايوه في مبيعه. احنا ممكن بقى نعمل العلبه دي هايله، وزي ما انتي قلتي كده ممكن نحط فيها الشوكليت، ممكن نحط فيها اي ملبس، اي حاجه حلوه يعني اللي بيحبها الطرف الثاني اللي احنا بنقدم له الهديه. معانا تليفون كمان. الو. السلام عليكم. اهلا بحضرتك استاذ عايزه. مظبوط.
كل سنه وانت طيب يا فندم. وحضرتك طيب، عيد سعيد عليك وعلينا ان شاء الله. والشعب المصري كله بالامن والامان، وكل يوم يعدي علينا بخير. هو كل يوم عيد. طبعا طبعا كل يوم. فاستاذن حضرتك بس معلش يا ريت ما حدش يسال عليا بس. انا متحيز الصعيد، انت معايا، وغيور، والانسان اللي ما يغيبش على بيت الصعيد يبقى انسان غير سوي. طبعا. فانا اناشد خير رمضان. اقول لو حد سلم على اختك يا خير رمضان على قناه فضائيه، هل تقبل ابناء الصعيد الشرفاء ان الصعيد ده شرف مصر؟ الصعيد ده اللي بيطلع على الجبهه، الصعايده دول يا خير رمضان اللي بيموتوا في سينا كل يوم، والثاني واحد وثلاثه بنكتب شهداء كل يوم. بقول يا خير رمضان عيد، اذا كنت انت ممول من دوله ثانيه ولا حد ممولك من قطر فما تعيش على الصعيد، عشان الصعيد ده شرف مصر. شكرا ليك. وناشد اعضاء مجلس الشعب والشورى، لا اسف، اعضاء مجلس الشعب الصعيد. شكرا ليك. المفروض من اول مذيع زي خير رمضان. احنا بس مش عايزين، استاذنك، احنا مش عايزين نخوض في حد، لكن لا مش عايزين نخوض يا فندم. انا متحمل المسؤوليه، انا بدافع عنك وعن ابناء الصعيد وانت طبعا الصعيد. احنا مش محتاجين حد يدافع. على فكره الست المصريه السعوديه، ده اللي انا بقوله من اول الحفله، من اول الحلقه، انا اسفه، هي 6 مليون راجل وده معروف عنها، مش محتاجه ان هي تتكلم. بس انا مش عمري ما اغلط في حد، عشان احنا الصعايده محترمين. الست المصريه والست السعوديه هي قامه مفيش حد يقدر يوصل لها، محدش يقدر يمسها بكلمه مهما حصل اي كلام. شكرا ليك. المسدس بقى جاهز. احنا عملنا بوكيه ورد هايل زي ما احنا شايفين كده. بوكيه الورد ايفا عملته في ثواني، يعني بصوا شكله يعني جميل ازاي. انا كل اللي انا عملته ان انا قصيت الورد بالشكل ده وحطيته وغرسته في العلبه بتاعنا في العلبه، افتراضا ان انا ما عنديش علبه لون شكلها قلب او كده، ممكن اشتغل بالعلبه بتاعت الشوز اللي احنا بنجيبها او اي علبه فاضيه، اي علبه فاضيه، نحط فيها الورد ونغطيها مثلا بخامه زي الخامات دي، الحاجات اللي فيها جليتر دي خامه موجوده في السوق ولونها احمر عشان تبقى مناسبه للمناسبه بتاعتنا. وعندي معلومه غريبه جدا هقولها لكم. انتوا عارفين ان احنا عيد الحب المفروض مش الاساسي الاحمر، المفروض البينك مش الاحمر. الو انا حاطه ابيض واحمر فممكن نلخبطهم يدونا بيه. لا هو احنا الاستوديو كله احمر والمعترف بيه ان احنا كله اللون الاحمر يبقى عيد الحب. المفروض عيد الحب اللون البينك هو اللي اكتر، لان كان معانا تليفون النهارده سال ليه لون احمر. لا هو اللون الاحمر لون عشان الدم احمر والقلب كله يعني مليء بالمشاعر مليان بالاحمر، فهو لون جريء، فهو لون الجراءه على فكره، لون الحب والجراءه. مش اي حد يقدر يلبس احمر على فكره. الاحمر لون صعب شويه. لون العاطفه لون البينك. دول لون العواطف والمشاعر، ده لون البينك اكتر يعني. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه ده كده انا هفضي دي كده وهبتدي اشتغل ان انا احط فيها دبدوب. دي علبه برضو؟ دي علبه هحط فيها الدبدوب بالشكل ده. وهبتدي احط شويه حاجات زي قلب زي ده، هحط كلمه لاف مثلا. الحاجات دي بقت موجوده في السوق وسهله قوي ان احنا نجيبها، مش كده؟ نعملها كمان. انا هحط الورد هنا كده عشان يبقى باين، عشان نقدر نشتغل على بقيه الحاجات تبقى قدامنا بسهوله. ده براكي بس. تمام الحمد لله مفيش غسيل مواعين بس موظف بس. دي كده كلمه لاف مثلا نحطها بالطريقه دي ونلزقها. حروف يعني. ونخليها منعكشه، مفيش مشكله ان هي تبقى مش منتظمه. ده العادي بقى، كل واحد يدور كلمه يعني ايه الحروف اللي محطوطه. هنلقى ان ال واو وفي واي ادي لاف. دي كده ممكن اكيسها احطها في تل واقفلها واهدي بيها. دي حاجه تانية. ممكن في وسط الورد ده هحط العصايه زي ما اتفقنا بتاعت الشيش طاووق، واحط فيها الشوكولاته حوالين الورد، هيبقى منه بوكيه ورد وفي نفس الوقت علبه شوكولاته. اهي جميل. طيب نحط دي كده ونحط جنبها الدبدوب اللي احنا عملناه، ولا هنشتغل تاني عليهم؟ لا دي بقى شويه حاجات ممكن اللي هي الحاجات الاكسسوارز الصغيره اللي ممكن نعمل بيها حاجه، يعني زي مثلا حاجه زي دي زي الدبدوب ده. هو ده شابك قاعد على قاعده بالشكل ده. ده عباره عن كده نحطه مكانه. الكره دي كره مضيئه، ممكن نبقى ننورها. دي قاعده الكرتون
بتاعه التورته. كاسيتها بالفرو الاسود، ممكن احط اي لون تاني، ولزقت فيه الدبدوب ده بالشكل ده. عملته ورده على ان يعني دي بنوته، ظبطت الدبدوب على انه بنوته، والورده الحمراء القلوب الحمراء رمز للحب. ودي مجرد ان هي بس كانت حاجه للاضاءه، والملاك ده نفس الطريقه حاجه للاضاءه. وكتبت فيها كلمه لاف باينه بالخرز، بالخامه اللي زي كده. احنا ممكن نوريها للكاميرا يلا، لانها قاعده اهي باينه جدا اهي، شفتوها؟ جميله. ونلزق عليها شويه قلوب. دي حاجات للاضاءه. انا هنا عامله برده فيها فستان، لو الكاميرا تجيبه. ده على اساس ان هو هديه للعروسه. يعني احنا ممكن نحط بقى الهديه في النص هنا، ممكن نحط كيس كده فيه هديه. يعني الهدايا الجميله دي يا سلام لو معاها كده حاجه ذهب ولا حاجه، تبقى حاجه جامده يعني. تبقى حاجه جميله. بالنسبه للمتجوزين على فكره، المتجوزين لكن اكتر على فكره المخطوبين بتبقى الاحساس ان انت هديه عباره عن رمز، حتى لو هي ورده واحده بتبقى ليها معنى. المتجوزين بنبقى عمليين اكتر بقى، محتاجين ماديين. لكن المخطوبه لو جاب لها دبدوب هتنبسط، لو جاب لها باكو شوكولاته. بالظبط. على فكره بجد حتى الزوجه لو في يوم زي ده جوزها دخل عليها وهو جايب لها حاجه بتحبها، ان شاء الله باكل بان اللي هي بتحبه، هتبقى مبسوطه جدا بيه كانه جاب لها الدنيا كلها. المهم انه افتكرها وجاب لها حاجه حلوه. معانا تليفون من ادفو. الو ساره من ادفو. الو وانتي طيبه ازيك؟ الحمد لله. كل سنه وانتي طيبه. الحمد لله. ونقول لرئيس السنه برضه كل سنه وهو طيب موجود في العريس. ساره علي صوتك مش واضح، الصوت بيقطع شويه. بنعيد عليكم على زيدنا كده. احلى عاديه جميل. العاديه بتاعتك جميله جدا يا ساره. هتعيدي على مين كمان؟ ونعيد على رئيس السنه ونقول ما تاخدش الصعيد. ايوه شكرا ليكي يا ساره. الصوت معلش ما كانش واضح قوي يا ساره. احنا كده ضفنا شويه حاجات للقعده اللي عندنا دي، حطينا شويه قلوب وشويه ورود كده جميله قوي. وده ورد برضو بنعمله على ايدينا في البيت. ولو احنا برضو حابين نكتب ده بورق لف الهدايا مش كده؟ ورق اللي بنربط بيه الهدايا البلاستيك. ممكن نعمله بالقماش. وهنا انا جايبه معايا برضو شويه حاجات، ممكن جليتر، ممكن حاجه كده تدي لمسه يعني، او حاجه تدي برونز مثلا لو انا ده مش عندي. ده بيجي برضو في علب الهدايا، انا بحتفظ بيه عشان احنا متفقين ان احنا مش بنرمي حاجه خالص. دي مثلا كلمه لاف تتحط كده. بتهيألي هتبقى هديه لذيذه، واحنا عملنا لها التاتش بتاعنا يعني. كل الفكره ان انا ما اشتريتش حاجه غير الدبدوب. الباقي كله من البيت ورده. الباقي كله ممكن دي برضو حاجه احنا اشتريناها. دي في اللين بتاعت التورته. بغسلها كويس وبغلفها باي حاجه، ما بيظهرش طبعا اي حاجه لانها مكسيه من جوه ومن بره. جميله قوي. هي الفكره ان احنا نبقى عاملينها بايدينا، فده بيدي تقدير اكتر للي بنقدمها له. معانا دعاء من ادفو. الو دعاء. الو ازيك يا دعاء؟ ازيك يا استاذه هبه؟ كل سنه وانتي طيبه. انت طيبه حضرتك. هتعيدي على مين النهارده يا دعاء؟ هعيد على جوزي، على صابرين بنتي، على حضرتك، وعلى مذيعات القناه كلهم. شكرا ليكي باسمهم كلهم. كل سنه وانتي طيبه. حضرتك طيبه. شكرا يا دعاء. ايفا هنعمل حاجه تاني؟ لا ممكن بس نعلق على دي. البرنيطه دي شابو. دي عباره عن شابو. ده كله من الكرتون. لفيناه زي الطربوش وعملت له قاعده كرتون. وابتديت اعمل له الورق الجليتر اللي احنا اتكلمنا عليه دوت، بيجي جاهز وفرو ابيض على اساس يدي بس زينه. يعني ممكن مثلا في توضيب السفره يوم الفالنتاين احطه في النص، احطها على ترابيزه الانتريه، حاجه جديده كده في النص. يعني حاجه تدي اللمسه الحمراء في البيت علشان تدي رونق للبيت بس،
وتكمله للمناسبه يعني. اكيد. معنا استاذ خالد من القاهره. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يسلمك. انا قاعد على البرنامج وقناه طيبه بحالها. كل سنه وانت طيب. وتحب تعيد على مين تاني بقى بشكل شخصي؟ انت عايز تعيد على مين؟ على ريماس طبعا. على مين؟ ريماس. ريناز. وعلى مراتي شيرين وعلى القناه كلها وعلى المذيع كله. شكرا ليك، شكرا ليك. كل سنه وانت طيب. يوم حب سعيد لينا جميعا ان شاء الله. شكرا ليك. تمام. ايفا دايما لما بتبقي معانا بتدينا كده حركه جريئه كده، وبتدينا احساس بالتنوع وبالتناغم. الولاد الصغيرين اتعلموا دلوقتي يدخلوا على الفيس والحاجات دي ويتعلموا ازاي يعملوا حاجات بايديهم. ببقى مبسوطه قوي لما بيقعدوا يركزوا كده والاقيهم عاملين حاجه بايديهم مخصوص يدوهاني. فانا يعني في وجودك معانا انا عايزه انتهز الفرصه واقول نشجع ولادنا انهم يستخدموا التابلت والموبايل وغيره، ان هم ينموا مهاراتهم اليدويه. التناغم بين عقلهم وايديهم دي حاجه مهمه قوي، بدل ما طول الوقت قاعدين يلعبوا. لو دخلوا على المواقع اللي بتعمل حاجات بالايدين هينبسطوا قوي، لانهم هيلاقوا حاجات كتيره قوي هيعملوها وهيبقوا مبسوطين بيها، ويطلعوا يتعلموا ان احنا نستخدم ايدينا ونعمل بيها الهدايا بدل ما تبقى مكلفه بالنسبه لنا. زي ما ايفا النهارده بتقدم لنا حاجات بسيطه مش مكلفه لكن عاملينها بايدينا، هو ده المهم. انا ببقى مركزه قوي ان دايما يبقى ما اجيبش معايا حاجه غاليه. يعني انا ببقى جايه قاصده ده ان انا اجيب حاجه من استخدامات البيت. بيطلب منك هدايا غاليه في الفالنتاين؟ بيطلب. ايه اغلى هديه عملتيها؟ كلفت قد ايه وكانت ايه؟ لا هي كلفت قد ايه دي انا برمي ان اقول ايه انت عاوزها بقد ايه. بناء عليه انا اعرف اصمم الحاجه. مثلا اكتر حاجه ممكن تتباع الدبدوب الكبير قوي، حاجه شبه اللي محطوطه قدامك جايباه معانا النهارده، ويتحط في كيس كبير جدا ويتحط جواه بقى، اعمل له مثلا علبه زي كده والزقه فيه من قدام واحط فيها الشوكولاته بشكل شيك مع الحاجات الجليتر والقلوب والحاجات اللي زي كده، بس تتملي وتتقفل قفله كويسه. بعمل لها كيس كبير من الاورجانزا الاحمر او البينك ويتقفل كويس، وهي بتبقى كحجم بس. معانا استاذ محمد من المنيا. الو. الو. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. قولي هتعيد على مين النهارده؟ ايه؟ هتعيد على مين النهارده في عيد الحب؟ ها؟ هتعيد على مين؟ على مين؟ على خطيبتي. خطيبتك اسمها ايه؟ اسماء. اسماء. يا رب تكون سامعاك. جبت لها هديه ولا العيديه بقيقي؟ هاي محمد جبت لها هديه ولا لا؟ جبت لها هديه. جبت لها؟ هتقدمها لها بالليل يعني؟ محمد انت سامعني؟ طيب كل سنه وانت طيب. شكرا ليك. اكتر حد بيجي يطلب منك هدايا ايه؟ الاصحاب ولا المخطوبين ولا المتجوزين؟ سن ثانوي وسن اللي لسه مخطوبين. المتجوزين دول يا عيني لا دول بيقعوا في بيقعوا من ما حصلش خالص حد متجوز جه جاب لك هديه مثلا جايبها لزوجته وقال لك لفيها لي بشكل حلو؟ لا وارد، بس عاوزه اقول لك يعني الثقافه هنا في اسوان قليل جدا الموضوع ده جدا. يعني يمكن في القاهره الدنيا اكتر من كده، لكن هنا في اسوان مش عارفه، في ناس بتعتبر عيب ان هو يجيب هديه لمراته كده. ده بجد؟ يعني حد يقول لي لا مش عيب خالص خلاص يا جماعه. لا مش عيب خالص. خلينا نصحح المفهوم ده. ليها معنى راقي ومعنى جميل وبجد بيدي ايجابيه للحياه مش لليوم كمان. دي اكتر حاجه بتسعد الست ان جوزها يفتكرها بهديه حلوه في عيد جوازهم في عيد ميلادها. في ألمانيا لازم الزوج ما يخشش بيته يوميا غير وهو في ايده ورده حمراء لمراته. لا مش يوميا برضه صعب يعني صدقيني يوميا ما بيجيبها. بس حلوه بس حلوه. شرجلينا مره عنده فيها ورد. معانا هدى من ادفو. الو هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا هدى؟ وكل عام وانتم بخير بمناسبه نصف الدراسه الجديد. وانت بخير. النهارده اول يوم في الترم الثاني ان شاء الله في الدراسه. فكرتينا. يا رب يا رب خير كده، والترم الثاني يبقى وشه حلو على كل ولادنا يا رب، وينتهي بالنجاح زي الترم الاولاني. وبهنيكم الصراحه، برنامج حياتنا بيحكي في حياتنا بجد الصراحه، يعني انا فخوره بيكم. ربنا يخليكي ربنا يخليكي. حلقه النهارده مبسوطه بيها؟ عجباكي؟ وهي عيد الحب الصراحه طبعا، والشارع الاسواني طبعا والصعيدي بشكل عام بيحتفل بعيد الحب دائما يعني. عايزه تعيدي على مين النهارده؟ لا انا الصراحه بعيد عليكم انتوا حضرتك. عيدية خاصة لينا يعني في عيد الحب.
الصراحه وبصراحه يعني احنا عندنا رجل صعيدي يا استاذه هبه بيستنى من السنه للسنه عشان يحتفل بعيد الحب صراحه. طب انا نفسي بقى ما نستناش من السنه للسنه، نحتفل بيه كل يوم، كل يوم نحب بعض، ايه رايك؟ ايوه بس لازم يوم 14/2 بس صراحه طبعا هو يوم خاص لدينا كلنا طبعا. لكن السؤال يا استاذه اتفضلي. لو سمحتي اتفضلي. هو ايش معنى يوم 14/2 يعني ليه ما يكونش مثلا يوم 3 مارس 10 يونيو؟ بصي هقول لك، ايش معنى يوم 14/2؟ هقول لك، هو عيد الحب المتعارف عليه المصري بتاعنا اللي هو 4/11 اللي هو كان فضل فيه للاستاذ مصطفى امين وعلي امين في عيد الحب على اساس الناس تحب بعضها فيه. 14 فبراير ده الفالنتاين داي، الفالنتاين داي ده بيحتفل بيه في كل مكان في العالم، ده لان في ده بمناسبه القديس فالنتاين مظبوط كده. يبقى الوقت ده بتتكلم عن لكن احنا بننتهز فرصه الاحتفال، طبعا كل حته في العالم بتحتفل بيه بطريقتها، لكن احنا بننتهز فرصه الاحتفال دي عشان نحب بعض فيها اكتر ونقول لبعض كل سنه طيبين في عيد الحب. لازم نحب بعض اكتر في اليوم ده خصيصا احنا بنحب بعض اكتر فعلا، لكن برضه اشمعنى اللون الاحمر يا استاذ؟ اكيد. شكرا ليكي، شكرا ليكي. اشمعنى اللون الاحمر طيب يا استاذ؟ اشمعنى اللون الاحمر؟ يمكن عشان القلب والدم بقى والمشاعر والحاجات دي، مع ان الاخضر يعني حلو والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا طبعا عليه افضل والسلام. وايفا قالت ان اللون المفضل للمحبين يعني هو البينك، مش اللي هو البامبا، مش الاحمر. بصي دي معلومه جديده عرفناها من البينك هو يوم المحبين يعني. هو مع خلاف كل الالوان اللي في الدنيا، الفكره مش فكره لون، فكره احتفاليه. يعني انا الصبح لما جيت انا شايفه في دبدوب احمر وصادي وفي حاجات حمراء يعني عندكم اكيد. انا الصبح لما جيت اختار هنزل بايه النهارده، الحقيقه ما قصدتش ان انا البس احمر عشان عيد الحب، لكن انا حسيت ان حالتي النفسيه المزاجيه عايزه البس لون احمر، فهي جت بالصدفه يعني، واخده بالك. بس هو كل الالوان حلوه، المهم اللون اللي يبعث البهجه والسرور ويديكي احساس بالارتياح، هو ده المهم، مش كده؟ طبعا وانا بشكركم طبعا بحييكم اهتمامكم بينا الصراحه، اهتمام فعلا يعني بالصعيد والقضايا. شكرا يا حبيبتي، كل سنه طيب. كل سنه طيب. شكرا. اهو يا ريت نعدل الثقافه بقى ان مش هو اللون الاحمر الاساسي، لا. بجد اللون البينك او اللون الروز الهادي ده او الغامق شويه هو لون الحب. اي لون يدينا احساس بالطاقه الايجابيه كده يبقى لون حلو اكيد. تمام. ايفا وانت موجوده معانا دايما بنحس بالطاقه الايجابيه وبنحس بالحب وبنحس ان احنا عايزين نحب الدنيا ونحب الحياه، عشان المشاعر الجميله دي لازم تكون موجوده في حياتنا عشان نقدر نكمل، عشان نقدر نتغلب على الصعاب الموجوده عندنا. أكيد. مش كده؟ اكيد. بشكرك، كل سنه طيبه. انت طيبه. هتعيدي على مين النهارده؟ هعيد على مصر. على مصر كلها. ده كل سنه ومصر كلها بخير يا رب والسلام يا رب كلنا بخير. معانا معلش تليفون تاني، احمد جمال من المنوفيه. الو. ايوه استاذ احمد، ازيك؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. وانتوا طيبين. عايز تعيد على مين النهارده؟ والله عايز اعيد على بابا وماما. مين كمان؟ وفؤاد. طبعا. انت متجوز او خاطب ولا لسه؟ لا انا متجوز معايا 3 عيال. ما شاء الله. وعيدت على مرادك النهارده ولا لا؟ عيدنا عليهم والله، بس انا بحب البرنامج قلت اكلمكم والله. احنا سعداء جدا ان انت بتشوفنا وبتتابعنا من المنوفيه، والحقيقه النهارده انا يعني مش عايزه اوصف لكم، مش قادره اوصف سعادتي ان انا سمعت صوت كل مشاهدينا من كل المحافظات. انا حاسه قد ايه النهارده كل محافظات الجمهوريه بتشوفنا، فده مديني احساس بالانبساط يعني، عشان كده حلقتنا النهارده مطوله معاكم. شكرا. كل سنه وانت طيب. ايفا مره ثانيه بشكرك، بتنوريني وبتسعدينا بشكل خاص. ربنا يخليكي، ميرسي، كل سنه ومصر كلها بخير يا رب. يا رب. اعزائنا المشاهدين تعالوا نروح لفاصل نرجع منه ونواصل حلقتنا النهارده.